بسم الآب والابن والروح القدس إلى واحد أمين. أهلا بحضراتكم في قناة البابا كارلوس وتماف إيرين. طالعين شوية إخوانجية وسلفيين يطبلوا ويزمروا ويهللوا ويقولوا أحمد عبده ماهر غير راضي عن رجوع الشنودة لحضن والديه. ليه؟ عشان اكتشف الحقيقة واكتشف إن أبوه فعلا مسلم. كانوا مش هنخلصوا منه الموال الماسخ ذات السنة داي. ومع الباشمهندس إيهاب صبحي على ميسات في برنامجه مساء الخير أوضح بنفسه وقال وحكي هو ليه مرضيش يطلع في الإعلام. وفي الفيديو أيضا هورد لحضراتكم الدكتورة سحر الجعارة عايزة تقترح إيه على قداسة البابا تودروس الثاني اللي هيحل مشكلة اللي زي شنودة والحالات اللي ممكن تورد بعد دي. بداية سيادة المستشار الجليل أحمد عبده ماهر لك كل الحب والاحترام والتقدير من كل مسيحي جوا مصر وبراها. بدأ سيادته مع الأستاذ إيهاب وقال أول حاجة أبارك العودة الطفل شنودي، لكن ما كانش لازم يحصل كل دي. وأكد إن ما فيش شكر لأي حد، الشكر لشعب مصر اللي التف حوالين قضية الطفل شنودة، والشكر الأصلي لشعب الكنيسة اللي التف حوالين القضية بتاعة الطفل شنودي. وأكد سيادته إن شنودة أصبح ليه قومية إنسانية ويجب أن يكون يوم احتفال لمصر. يعني سيادة المستشار ما زعلانش اهو، عايز يعمل رجوع شنودي عيد قومي في مصر. كل اللي زعل إن حس بالمهاني من المحكمة لما قالت عدم اختصاص. ازاي يعني عدم اختصاص؟ هو أنا محامي ما عرفش أي حاجة، محامي متخرج السنة داي. أكد سيادته إن إحنا مش محامين في سنة أولى وما نلعبوا، ما عارفينش المحكمة اللي ممكن تترفع فيها القضية. أكد إن سبب رجوع شنودي هو التفاف الشعب حوالين السادة المحامين، ومن غير الشعب ما كانش المحامين هيقدروا يعملوا حاجة. ردت سيادته كتير إنه عايز الإيجابية دي تبقى في مصر في كل القضايا المتعلقة سواء بالأقباط أو الأقليات. أكد سيادته اللي خلاه ينسحب من المشاركة في الإعلام لأن الشكر غير واجب. وقال كان مفروض شيخ الأزهر يصدر الفتوى دي من 13 شهر فاتوا، مش بعد 13 شهر. وأكد إنه كان المفروض إنه ما يتمش أصلا سحب الطفل من أبويه فاروق وأمل. صرخ وقال المسيحي مش جربة، المسيحية مش جربة. وكمل سيادة المستشار وقال المسيحي دين سماوي، دين سماوي ومحترم، واحنا لازم نعرف كداتي ان ربنا عندنا في الاسلام ما يقول لا ينهاكم الله على الذين يقاتلونكم في الدين، والمسيحيين ما عملوش كده. وكمل سيادته وعن الذين يخرجونكم من دياركم، والمسيحيين ما خرجوناش من ديارنا. وكمل سيادته أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. طبيعي اللي يخصنا ويخص قضية الطفل شنودي من الآية اللي سيادته قالوا هو بيعبر عن إن الآية في القرآن دي مش متطبق على أرض الواقع، وقال فين بقى بري أنا للمسيحي عشان أخد منه الولد وأحطه في ملجأ؟ فين لازم نعرف الغلط فين عشان ما نكررهوش. أكد سيادته وقال أنا ظابط وأعرف إزاي أعلم الناس كويس، وكبير في السن بلعب في الثمن الأخير من حياتي. وأكد على كل اللي ذكرهم سابقا إن لازم الناس دي تتعلم لا تتجاوز وما تعملش تفرقة بين مسيحي ومسلم، وتتعلم تمشي مظبوط وفقا للقانون. أكد سيادته وقال أنا مقاتل وده مش مجازي لأني أنا أصلا ضابط جيش حربي. كمل سيادته وقال أنا شاركت في نكسة 67 وشاركت في نصر 73 وعارف يعني إيه قومي. القومية المصرية التفت حوالين الطفل شنودي أكتر يمكن من 67 في النكسة ومن 73 في الناصر. أنا اللي خضتها وأنا اللي عارف أنا متكلم عن إيه. أكد سيادته وقال إن الإنسانية كانت في قضية شنودي في أعلى درجات عظمتها بواسطة الشعب، بواسطة شعب مصر وشعب الكنيسة، وبالذات في موضوع الشنودة، وهو يترجى إن كل القضايا يكون فيها تكاتف الشعب بالشكل ده. كمل سيادته وقال كل اللي بيتم شكرهم دولي كانوا ما ينفذوا إرادة شعب مصر. وأكد سيادته للمرة المليون شنودة ما رجعش بفتوى الأزهر، شنودة رجع بإرادة الشعب. وأكد سيادته للمرة الثانية إن ما كانش مفروض المحكمة تقول المحكم عدم اختصاص للتقليل منه كمحامي. شكروا الباشمهندس إيهاب صبحي وكل مسيحي جوا مصر وبراها، أما يشكرك لأنك إنسان حقيقي بجد مش إنسان مظهري. شكرا سيادة المستشار على حياديتك، على إنسانيتك، على اعتدالك، على تفهمك لكل الأمور. متفاهمين موقفك ومجهوداتك، مشكورة جدا وفوق راس كل بني آدم، وأكيد حضرتك فاهم محبة الشعب المصري المسيحي ليك.
انا بترجى زي ما كل الناس بتترجى ان شنودي يكون انسان بار وناجح وفعال في المجتمع، يعلم ما يوطيش ويعمل حاجة حلوة قوي في الأسرة البارة به اللي ما تحبه من جوا عمق القلب داي. عم فاروق والست أمال ربنا يفرحهم بيه ويتربى في عزهم. يعني ردا على كل السلفيين والإخوانجية اللي طالعين يهبدوا في أي كلام وفي أي حوار ويقولوا إن مريم تم الضغط عليه التغيير كلامي، وإن سيادة المستشار أحمد عبده ماهر رجل ما موفقش أصلا لأنه عرف إن الواد أبوه مسلم يا عينه وما قدرش يتكلم. ورد مني أنا شخصيا وعايزة كل الناس تفكر فيه وتكتب له في التعليقات، سيادة المستشار أحمد عبده ماهر ما حدش ما يقدر يوجهه ولا يقول له يقول إيه وما يقولش إيه. بمعنى لو ذرة 1 في المليون عارف إن فعلا أبو الولد مسلم كان طلع وقال صراحة ما كانش يخاف من حد ولا اتكسف. يعني الموضوع سهل جدا. لكن كل المغردين اللي تعليقاتهم عاملة زي السم، كل الناس دي اللي كان غرضها وأملها إن الولد عادي يتربى في ملجأ ويطلع ما يلقاش إلا الشارع عشان يطلع مجرم ما يفيدش بلده، الناس دي ما يهمناش أصلا رأيها. كل الناس اللي ما يهمهاش الإنسانية، اللي ما صعبش عليهم أمال وفاروق واللي دلوقتي عايزين يتهموهم بالتزوير، يا عم يكشي لاقوا مليون مزور زيهم ياخدوا العيال دي يربوها في بيئة صالحة وفي بيئة آدمية. وعن نفسي رأيي زي رأي الدكتورة سحر الجعار، عشان كل أسرة اتحرمت من طفل ربنا يعوضهم بالطفل ديتي ويكون ابنهم اللي يقول لهم يا ماما ويا بابا، والطفل نفسه اللي اتحرم من الأسرة يتربى في أسرة تخاف عليه وتحبه وتحميه وترعيه وتربيه أحسن تربية. يجب تفعيل قانون التبني في مصر الكل مسلم ومسيحي على حد سواء. التبني رحمة يا بشر عن نفسنا كمسيحيين. المسيح اتبنانا واشترانا بدمه الغالي الثمين. طب دكتورة سحر الجعارة قالت ايه مع باشمهندس إيهاب صبحي في المداخلة التليفونية؟ صراحة الدكتورة سحر الجعارة ان في الفترة الأخيرة ما كانتش قادرة تتحمل البكاء الهستيري للست أمال، وقالت ان قلبي كان ما يوجعني كل ما اشوفها تبكي وانا مش قادرة اساعدها ولا اعمل لها حاجة. فاقترحت على قداسة البابا توادرس وانا برضو معاها في الاقتراح ده وعايزة اشوف مين معانا كمان. قالت ان لازم يأسس دار رعاية اطفال مجهول النسب تكون مسيحية، تبقى تابعي لوزارة التضامن وتحت إشرافها وتحت إشراف الكنيسة. وأكدت سيادتها وقالت ما نحطش راسنا في الرمل ونقول إن المسيحيين ما فيش عندهم أطفال مجهول النسب. وكملت سيادتها وقالت ده اللي هيخليني ما نتعرضش لنفس المأزق ديتي تاني. ووضحت سيادتها ليه هي ما تقول كده، قالت إنها ما تقول كديتي لأن القانون في مصر بينص على إنه لازم الطفل واللي هيكفله يكون على ديانة واحدة. لو ده مش متاح طلبت انه يبقى في اقسام للاطفال المسيحيه بحيث ان الاسر المسيحيه تقدر تلاقي طفل مسيحي تتبنى. وضحت سيادتها ان بالقانون لو مسيحي لقي طفل بيبي مجهول الهويه في كنيسه او مثلا لقيه في الشارع او عند بيته اما يعتبر الطفل مسيحي. لكن هنقول الحق واجرنا على الله، اللي حصل ان حتى لما تلاقى في كنيسه الواد برضه راح ولفينا في دايرة مغلقة لحد ما ربنا تمجد ومد ايده بمعجزة. لكن عن رأيي لو فعلا في دار مختصة للمسيحيين كان الطفل اللي يتلاقى يتودى الشرطة على طول ويتحول على الدار المسيحية دي، وكانت هتبقى فرصة ان كل أسرة اتحرمت من الخلفة تقدر تروح وتتبنى طفل. وللي مش فاهم، عندنا في المسيحية الإنجيل ما يقول التبني حلال. طب وفي القانون يا ولاد، في القانون برضو عندنا قانون التبني كمسيحيين. حد يستغرب ويقول لي معقولي احنا عندنا عادي في القانون ان احنا كمسيحيين نتبنى طفل؟ ايوه عندنا عادي، لكن على ارض الواقع ربنا اعلم بحالنا. سيادة الدكتورة سحر الجعار اكدت وقالت انه لازم نوفر لكل ام مسيحية محرومة من الانجاب كفالة طفل، لان العائق كان عند شنودي هو تحوله لاسم يوسف، وزي ما احنا عارفين اتحول للديانة الاسلامية. وده اللي خلى في وقتي مستحيل ان عم فاروق والست امال يقدروا يتبنوا شنودي. لكن زي ما قلنا في فيديوهات سابقة جات مريم تكحلها وتعميه، ربنا نورها بنور تحملهوش العين. حول الشر الخير، مع اني عندي تعقيب ما اعرفش يمكن قلبي رهيب، بس اقولكم اللي جوا قلبي واجر على الله. نفسي ان مريم تراجع نفسي، وصعبان عليا جدا اولادي لما ممكن تتعرض للمساءلة القانونية.
ربنا يهديه ويصلح حاله ويكون بعون أولاده اللي هيعيشوا من غير أمهم لو هي فعلا اتعرضت للحبس. عقب الباشمهندس إيهاب وقال المعلومات اللي عندي إن عندنا دور رعاية للأطفال وعندنا تنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي للإشراف على كل الدور ده. أكد سيادته وأنا عارفة ومتأكدة وواثقة من المعلومة اللي هو قالها إن فعلا في دور أيتام تابع الكنيسة أما تاخد الأطفال اللي أبوها وأمها ممكن يبقوا عايشين بس يعني ظروفهم المادية ما مخليهمش يقدروا يربوهم، فالدار دي ما تاخدهم وهي عارفة إن أبويهم حيين وعارفة هويتهم كويس قوي. لكن الصراحة ما سمعتش على ملجأ مسيحي أما يبقى فيه أطفال مجهول الهوية. أنا عن نفسي اللي عارف غير كده يكتب لي في التعليقات. هدفي من الفيديو أحبائي نمرة 1 ردا على كل سلفي وإخواني دماغه دايما حدفة شمال، والهدف الثاني هو إنه زي ما ربنا مد يده في موضوع الشنودة بمعجزة ورجع لوالديه بالتبني إن ربنا يفعل القانون ده فعلا ويبقى فيه دور مسيحي للأطفال مجهول الهوية عشان كل أسرة محرومة من الإنجاب ربنا يتحنن عليهم بطفل يسعدهم ويسعدوه. الهدف الثالث اللي يمكن الاقي حد معارضني فيه وهو مريم بنت اخت عم فاروق. نفسي ان حد يتدخل ويحل مشاكلها الماديه والروحيه والنفسيه، نفسي حد يتدخل يصلحها على زوجي عشان خاطر ولدينها. يمكن من فرحتي برجوع شنودي، يمكن عشان عيالها صعبانين علي، يمكن عشان هي شخصيا شايفاها خروف ضال وابن ضال ونفسي انها ترجع. مش عارفه، يمكن ما اتكلم بمشاعري اكتر ما اتكلم قانوني. في النهاية كلنا ولاد معمودية واحدة وكل بني آدم معرض للخطأ ومعرض إنه يغلط، بس الأهم إنه يرجع ويتوب. ربنا يصلح حال كل البيوت وكل الناس ويعمر كل البيوت، أمين يا رب، أمين يا رب. يتحنن على الجميع. أرجو إنه يكون الفيديو فيه استفادة ولو قليل. رجاء محبي شيروا الفيديو على أوسع نطاق، سمعوا كل السلفيين والإخوانجي إن الراجل المحترم ديتي ما قصدوش أي حاجة وحشة. واشتركوا على القناة لو ما تسمعوني لأول مرة على البابا كيرلس وتماف إيريني، وفعلوا الجرس على الكل ليصلكم المزيد من الفيديوهات الروحية والاجتماعية وفيديوهات الأخبار. وفي أي فيديو ينزل أحبائي اوعوا تنسوا تكتبوا تعليقات الصلاة على المنتدى وتحت الفيديو. احنا ما نصلوا، هدفنا الأساسي هو الصلاة اللي هي صلة بيننا ما بين الله، يتدخل ويتمجد في كل مشاكلكم ويفرح قلوبكم بمعجزات لا تخطر على بالكم ولا على بال أي بشر. ومن جوا 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 قلبي، من جوا جوا أعمق قلبي يا رب يفرح قلوبكم، يعمر بيوتكم، يحافظ على أولادكم، يوسع أرزاقكم، يديم محبتنا، أمين يا رب. يبعد عنا وعنكم كل شر، أمين. يبارك مالكم وعيالكم وأرزاقكم وصحتكم، يحقق كل أمانيكم وأحلامكم، أمين يا رب. يجعلها أيام بخيتة ومبارك على الجميع، تجيب الفرح والهني، عمر البيوت الخربانة يا رب، حل كل المشاكل، سداد كل الديون، أمين يا رب، أمين يا رب. يتمجد الكل بيت بعيد عن المسيح يتغرس جوا المسيح، تبقى بيوتنا المسيحية مبنية على صخر لا قش ولا رمل.